بهذا الفيديو رح نعمل تبولة غير تقليدي، مو مثل اللي متعودين عليها. رح نعملها بالشمندر. اي نعم، بالشمندر. صدقوني طعمتها كثير طيبة وكمان مفيدة وصحية، والكل رح يسألكوا عن الطريقة. قبل ما نبدأ بالفيديو يا ريت تشتركوا بقناتي مطبخ إسراء إسراء كيتشن 1 إذا كنتوا لسه مو مشتركين. وكالعادة المكونات رح تلاقوها قدامكم مكتوبة على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. هلأ لحتى نحضر التبولة، أول شي بدي أجهز التتبيلة أو الدريسنج. بزبدية كبيرة رح أحط برغل ناعم، ورح أفرك عليهن شوية نعناع يابس، ورح أحط ملح ودبس رمان. هذا دبس الرمان شغل بيت، أكيد أطيب من اللي بنجيبه جاهز من السوق، طعمته طيبة وحامض. وعصير ليمون وزيت زيتون. رح أحركهن مع بعض وأتركهن تقريبا 5 دقايق لحتى البرغل يشرب هاي النكهات. بعدين رح أضيف عليهن من مية سلق الشمندر، وراح احط عليهن سن ثوم مهروس او ممكن تفرموه ناعم، وبتقلبوهن مع بعض تتركوهن لحتى البرغل يشرب المي وتطرى حبته، تقريبا يعني 10 دقايق. راح اضيف بعدين البندورة المفرومة ناعم وبقلبها مع خليط البرغل، وبضيف الشمندر مسلوق ومبروش، نعناع مفروم، وبصل اخضر مفروم ناعم، وبقدونس كمان مفروم ناعم. وكمان راح ارجع اضيف زيت زيتون. هلا انتو التزموا بالمقادير اللي انا حطيتها، وبعدين انتو بتعدلوا الحمض والملح على حسب الرغبة. هلا لو انتو متوفر عندكم كمان الرمان الحامض بيطلع كتير طيب مع هي التبولة. قلبت المكونات، ومثل ما قلت كمان تعديل الحمض والملح على حسب الرغبة. متى ما حركنا المكونات مع بعضها لازم تتقدم التبولة مباشرة، والتزيين على حسب الرغبة. وهيك بتكون وصفتنا لليوم صارت جاهزة. بتمنى انها تكون عجبتكم، اعتمدوها لرمضان، كتروا من السلطات برمضان، صحية ومفيدة وكمان طعمتها كثير طيبة. شكرا كثير لحسن المتابعة، ولا تنسوا دعم قناتي بالاشتراك فيها. مطبخ إسراء إسراء كيتشن 1. مع السلامة.